من الذي يراقب جودة هذه السيارات؟ الناس الآن يعني يقول لك باللي لا ما كاش منها ما عندناش تصدر للنيجر، معليش، لكن جودتها أثبتت على مستوى الأرض، على أرض الواقع، بأنها سيارات رديئة. سبحان الله، يعني حتى الأوروبيون يعني تخيل أنت لو أن هؤلاء الأوروبيون أرادوا أن يأخذوا سيارات الجزائر من أجل أن تسوق عندهم، هل يقبلونها؟ أقسم بالله لا يقبلونها، لأنهم يبيعوننا سيارات أقل جودة بكثير من السيارات التي تباع عندهم. طيب. هذه السيارات تقتل الشعب الجزائري، ورأينا حوادث المرور. تخيل السيارة تنقسم في النص، كش ما بقى، تخيل السيارة حابسة تشعل، ما الذي يحدث؟ طيب، في هذا الإطار جودة السيارات وكذلك هل موافقة للمعايير نيجر؟ هل النيجر لديها معايير أحسن من الجزائر؟ شوف اخويا امين، كاين واحد النظريه لازم نتكلموا عليها. عده ناس هنا في الجزائر يفكروا بان افريقيا ما عندهمش خبراء ولا ما يعرفوش، ولا كيما نقولوا بالدعاميه يعني يعني عقاقن كيما نقولوا ما يعرفوش مساكن، يعني احتراما للناس اللي ما تتكلمش ولا. يا اخي البلد تاع افريقيا متفتح. انا سافرت عده مرات الى رحت الكوت ديفوار مثلا، شفت بلد متفتح. حب تجيب القديم ذو 5 سنوات جيب، تحب جديد جيب تحب تجيب قطع الغيار المستعمله جيب، يعني طيب بلد متفتح. هناك من يقول هناك اغراءات مغربيه من مصنع رونو المغرب للنيجر لعدم قبول السيارات الجزائريه، ام السيارة الجزائرية ليست موافقة لكل المعايير الدولية؟ أنا أتأسف أن أجاوبك، يعني بعض الأحيان ربما كاين الناس اللي تفهم، كاين اللي ربما يزعفوا. السيارات التي تصنع في المغرب هي السيارات التي تباع في أوروبا، باش تعرفها، تباع في أوروبا، في ألمانيا وفي فرنسا وفي كرواتيا وفي روسيا وفي كل البلدان هذه. مثلا تحكم الرونو اللي تتباع في فرنسا هي مصنوعة في طنجة. طيب، بالنسبة لجودة السيارات في الجزائر كارثية، سيارات كارثية. هل هناك دليل على مادي على هذا؟ كارثية. الأستاذ أعطى مثال أنه سيارة تنقسم على 2. يا أخي أنت أستاذ لو كانت حالة واحدة لقلنا معليش هذه حالة شاذة، لكن الأمر يتكرر في كل مرة. حتى أصبحت شركة التأمين كما سيارة يعني ما نسميهاش، كان واحد النوعية تاع السيارات تصنع هنا في الغرب نتاعنا، يعني ولاو شركة تأمين ولاو زادوا لها في التأمين مصيبة. كل يومين حوادث، يومين الدور في دورة تتقلب بك ديرابي، يعني كارثة. شويه مطر تنقلب، يعني مصيبه. في هذا الاطار استاذ فارس مزدور، هناك من يقول انه فتح القروض الاستهلاكية لكل ما هو منتج في الجزائر فتح شهية المصنعين من أجل رفع الأسعار، باعتبار أن البيع بالتقسيط لا يؤثر أو لا يشعر به المواطن عند شرائه لهذه السيارات، حتى ولو وصل سعرها أكثر من 250 مليون سنتيم. معليش، أنا نسيت قبل قليل قلت بأن المصنع الأرض من الدولة، المصنع بتمويل مصرفي، معناه أنه بأموال الشعب، وتباع بقروض استهلاكية يعني بأموال الشعب المودعين. تخيل معناها هذه السيارة على عاتق الشعب الجزائري وعلى عاتق الخزينة العمومية بشكل 100%. طيب هؤلاء الناس لو ترانسفير تكنولوجيك اللي جابوه، يعني النقل التكنولوجيا، ما هي التكنولوجيا التي نقلت؟ واحد، هل سمعتم أن مصنعا من هذه المصانع استخدم الروبوتيزم في صناعته؟ لا يوجد. إذا كانت صناعة. الأمر الثالث، هل يمكننا أن نفتح إفريقيا بسياراتنا؟ لا يمكن، لأن إفريقيا المتخلفة في نظرنا ترفض هذه السيارة. الأمر الخامس، إذا أردنا فعلا أن نقول قدمنا شيئا لهذا، طيب توظيفيا ماذا وظفتم؟ كم عدد الناس الذين وظفتموهم مقارنة مع عملية الاستيراد التي كانت من قبل؟ كم ربحنا وكم فقدنا؟ لقد خسرت الدولة الجزائرية رسوما جمركية كانت بمئات الملايين من الدولارات أو من الأوروات. لقد خسرت الخزينة العمومية إيرادات جبائية ضخمة جدا كانت تدرها عليها. أنا لا أقول أنني أكرس الاستيراد، وإنما أنقل التكنولوجيا التي تسمح لي بأن أكون بلدا مصنعا وليس بلدا متخلفا. هذه المصانع التي يفترض أن تكون مصانع، هذه الورشات خلفتنا أكثر مما كنا متخلفين من قبل، وبالتالي كنا نأمل أن مشروع فاطية تاع بكري
كان أفضل بكثير في نظراته من مشروعاته لعبة الليغو التي يلعبونها. هذه الأزمة يعني هل راحت على الحكومة أن تفكر في مثل هذه الأموال التي تذهب ولا تدخل إلى خزينة؟ أنا الكلمة راهي هنا وخايف ننطقها ونفجر الوضع، لكن نقول لك كلمة نعطي إشارة. الفساد ضرب أطنابه في الجزائر. لا أتكلم الآن عن الحكومة الحالية، إنما أتكلم عن حكومات سابقة، والناس تفهم. الناس كانت تبيع آلي روتور، بيعينها بكل ما تحمل كلمة معنى البيع من معنى، وفتحت تحقيقات وغمت. لذلك آمل أنه يعودوا يولوا اللور. طيب. وكل إنسان كان سببا في تضييعنا لأموال الأمة يحاسب حتى وإن كان وزيرا. طيب هذا ضيعنا أموال الأمة في عز الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. مش غير ضيعنا، احنا يعني سببنا كوارث للأمة الجزائرية وللبلد.